ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو كنا فيه مع بعض. النهارده جايلكم بكتاب قمر جدا، بصراحه جميل جدا في قمه الروعه. اتمنى ان هو يا رب الفيديو بتاعي كده يكون خفيف عليكم، وهقول لكم على حاجات جميله جدا في الفيديو. خليكم بس معايا لاخر الفيديو. اتمنى لو انتوا لسه لاول مره بتشوفوني تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ولو ما عجبكوش برضو اتمنى ان هو يعجبكم وتعملوا لايك للفيديو. طيب النهارده عندنا فيديو كتاب، عندنا الفيديو بتاعنا بيتكلم عن كتاب توب فونكس. ده اللي هو المرحله الاولى في الشورت فاولز. بيشرح لنا الشورت فاولز بطريقه سهله جدا. الكتاب جايب لنا عارض لنا الشورت فاولز هنا بطريقه سهله جدا وبسيطه. بيسهل على كل ام طبعا وعلى الاطفال عامه، يعني ان هم يتعلموا الشورت فاولز بطريقه سهله جدا بسيطه. يعني بجد بجد بشكر اللي بيقدم لنا محتوى رائع ان احنا نعرف نتعامل مع الاطفال بطريقه سهله جدا. عامل لنا هنا الشورت فاولز، طبعا كلمات كتيره جدا على الشورت فاولز. عامل لنا اكسرسايز كتير هنحلها مع الاطفال. تمام. برضو كاتب لنا جزء هنا رايتنج عشان يدرب الاطفال على الكتابه. شايفين التمارين بتاعته جميله جدا. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا هنا كاتب لنا الشورت فاولز زي ما قلت لكم. عندنا كلمات كتير. طيب عندنا برضو اكسرسايز زي man has a cap. بيوصل. ده بيبتدي ان هو يعلم لك الطفل بتاعك ان هو يبتدي يقرأ جملة على بعضها، ايا كان نوع الجملة بقى. هنا بدأ هنا جملة معايا، هنا جملة بسيطة جدا. تمام. طيب هنا بيعلمني ان الطفل ازاي يختار مع الفاولز، سواء الفاولز بتاعتي كانت الاي او الاي او الاي او الاو او اليو، بختار معاها أداة نكرة. الأداة النكرة دي سواء كانت ايه او ان. طب يا حبيبي احنا بناخد الفاول عارفهم؟ طب يلا نقولهم مع بعض. يلا يا ماس، الاي والاي والاي والاو واليو. تمام. طب انا عندي الفاولز دول بياخدوا ايه ولا ان عشان اعرف اتكلم على الحاجة اللي انا بتكلم عنها؟ تمام. وليكن انا آه هاخد اج. تمام. طيب اج هنا بادئه بايه؟ بادئه بفاول. والفاول هنا احنا قلنا ان الفاول بتاعي قلنا ان الفاول بتاعي لازم يجي قبله ايه؟ ا or an. بيجي قبله ان يا مس ليه؟ طيب عشان يعرف لي الكلمه اللي بعدها. طب ماشي. an egg. طب ليه انا ما قلتش a egg؟ ليه؟ عشان ما ينفعش اخد ايه مع كلمة بادئة بفاول. امال باخد ايه مع امتى؟ باخد ايه مع الكلمات اللي بادئة consonant letter بحرف ساكن. الحرف الساكن اللي هو زي البي والسي والدي والاف والجي والاتش وال... وبقية الحروف بتاعتي لاخر زد. بس باخد منهم طبعا، ما بكررش معاهم الفاولز. قلنا الفاولز اللي هم ايه؟ الاي والاي والاي والا واليو. طيب هنرجع للكتاب بتاعنا. هاتلنا هنا صفحات كتابة كده عشان الأطفال تتعلم على الكتابة. تمام. طيب عندي هنا الشورت فاول ساوندز. كاتب لي هنا كلمات كتير زي بان وفان وفان، أي كلمة تتخيليها. تمام. طيب ده على الشورت ايه؟ على الشورت ايه. طيب عندي برضو بيكررني برضو مع الشورت فاولز، بقية الشورت فاولز. وعندي هنا ريفيجن هنا على الشورت ايه، زي هنا. ها، مين هيقول لي؟ rat. super. hat. sat. fat. اوكي. عندنا هنا الان family. ban. man. fan. van. اوكي. طيب عندنا هنا الاب family. tap. cap. map. nap. اوكي. طيب عندنا هنا كمان الايه عندنا الاد family. الاد family. عندنا هنا الاد family. ها، sad. bad. mad. اوكي. طب عندنا هنا الاي الاي الفاميلي سوري. عندنا tall. wall. كمان. ها، مين هيقول لي؟ مين هيقول لي؟ عندنا هنا mall. اوكي.
طيب بقيه الكتاب بتاعنا بقى بيتكلم عن بقيه الفاولز بتاعتنا، تمام. وزي ما قلت لكم ان هو كاتب لنا هنا الساوندز عندنا عشان نتعلمها ونقرا. طيب ماشي، عندنا هنا الاكسرسايز ده بيعلمك ان انت اساسا اوكي. احنا اخدنا ان هنا الاكسرسايز ده اخدنا كلمه فات، اوكي يلا نكتبها. طب مش عارف يا ميس، طب اول لتر بدأنا ايه؟ letter الاف، اوكي. الاف makes sound of fat. طيب عندنا الاتي من الات family fat. طيب والكلمة اللي بعدها هنا tap، وعندنا van. تمام، بيعلم الطفل ان احنا نبدأ الكلمة معاه من الاول. طيب يا حبيبي احنا مش هنعرف نكتب الكلمة دي، اوكي يلا نعمل سبيلنج للحروف وهنكتبها بكل بساطة. كتاب بصراحة جميل جدا، زي ما قلت لكم ان هو بيستعرض بقية الشورت فاول وعامل لنا كمان لونج فاول، بس انا لسه بادئه مع الاطفال اللي عندي الشورت فاول، تمام. فبنشتغل من الكتاب المرحلة الاولى. طيب عندنا كمان هنا كلمات بقى عامة عن الفاميلي، تمام. عن الفاميلي بيستعرض لنا هنا اعضاء الاسره. عندنا الدادي ومامي وبراذر والجراند ما والجراند ما والسيستر والبراذر، تمام. عندنا برضو هنا جزء رايتنج هنا كده عشان يمرنا على الكتابه بتاعت الكلمات ونعرف ان احنا نستوعبها ونحفظها. عندنا الجزء اللي بعد كده البارتس اوف بادي، بارتس اوف ذا بادي. عندنا هنا بيعرف لنا الطفل الهير والنوز والماوس والتانج والفينجر والفوت والهاند والهيد والاي والاير، اوكي. طيب بيكتب لي هنا جزء رايتنج عشان يمرن الطفل ان هو يكتبهم ويعرف يحفظهم. في الجزء اللي بعد كده عندنا هنا الكلاس روم اوبجكتس والانيمالز، وعندنا كمان هنا reading simple stories. عندنا short stories هنا ان الاطفال يعني ما حبش ان هو يتقل على الطفل بالستوريز اللي هينزلها. عندنا هنا ستوريز جميله جدا، وعندنا هنا كويستشن عن الستوريز هيجاوب عليها الطفل، شايفين؟ طيب عندنا هنا برضو بقى الجزء هنا الجرامر. عندنا الجرامر سهل جدا بطريقه بسيطه جدا. قلنا دلوقتي يا حبيبي ان احنا عندنا الا والان، بنيجي مع الا بناخد مع الايه بناخدها مع الكونسونانت ليترز. طب والان بناخدها مع الايه؟ مع الفاولز. طيب مين هيحل معايا هنا؟ عندي هنا اول كلمه هنا ايه؟ باص، اوكي. باص بادئه بي، اوكي ماشي. طيب عندي هنا اخد ان باص ولا اباص؟ اباص، اوكي. عندنا اج، ان اج، وهكذا بكمل مع الطفل بتاعي لحد ما يفهم ان عندي الفاولز بياخد ان وكمان عندي الكونسونانت بتاخد الا. طب انا عندي الطفل هيتلخبط فيها ويقول لك عندي الفاول بياخد ايه يا مس، طب والكونسونانت بياخد ان. طب تيجي نعلمه بطريقه بسيطه، هنعلمه من الطفل عندي انا عندي الايه مش من الفاول ولا من لا؟ من الفاول. طيب الفاول ما بتحبش ان هي تلعب مع حد شبهها، عايزه ناس مختلفه وناس جديده عليها. طيب ما ينفعش اخد بقى الايه تلعب مع الايه او مع اخواتها التانيين، فقررت ان هي هتجيب حد في النص عشان ما يتشكلوش سوا. يبقى an apple، an apple. ما ينفعش اقول apple، ما ينفعش خالص. يبقى انا هنا الاي دي متخاصمه مع اختها الايه، فجبت حد في النص ان هو ايه غريب عنها يلعب معاه. طيب عندي هنا بقى اكسرسايز على الليتر على الاي والان، وعندنا هنا كمان الكويستشن، وعندنا الحروف الجر on وان واندر، وعندنا كمان هنا ضمائر هي وشي. هستعرض لكم الكتاب في جزء تاني ان شاء الله. استنوني في فيديو جديد واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. طبعا زي هفكركم ان انتم تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.